ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحتفل بمرور 40 عام على تأسيسها. هذه المؤسسة الوطنية الرائدة التي تتقدم يوما عن يوم خطى ثابتة وحثيثة نحو تحقيق الأفضل والأحسن لصالح أهل الكويت وشعب الكويت ومستقبل الكويت. لهذه المؤسسة عزيزي المشاهد حكاية طويلة تعود إلى قبل 40 عام، وأقطاب تأسيس هذه المؤسسة الوطنية هم ضيوف هذا اللقاء الذي نجريه هنا في غرفة تجارة وصناعة الكويت. عزيزي المشاهد، باسمك نرحب بالعم خالد عبد اللطيف الحمد، العم أبو سليمان، العم عبد العزيز حمد الصقر، العم أبو حمد، والعم يوسف العبد العزيز الفلي ويعقوب. الله يطول بعمارهم. العمام الثلاثة كان لهم دور أساسي في عملية إيجاد هذه المؤسسة الوطنية، والمؤسسة التي نراها الآن تنافس المؤسسات العالمية. لنعود إلى الوراء قليلا قبل 40 عام لنستكشف من خلال ضيوفنا الأعزاء بدايات تأسيس وإنشاء هذه المؤسسة الوطنية. وبداية نبدأ بالعم عبد العزيز حمد الصقر. عم أبو حمد، يا ريت نرجع إلى الخلف 40 عام عمي أبو حمد ونشوف كيف تبلورت فكرة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. شكرا. إذا نظرنا إلى فكرة التأسيس لازم نرجع ونتذكر وضع الكويت في ذاك الزمان. طبعا لما تأسست الخطوط الكويتية كان بداية إنتاج النفط. كانت الكويت تعتمد في كل حركاتها على عاملين، هو عامل السفر وعامل الغوص. وكانت الكويت مركز تجاري يمول المنطقة كلها نظرا لموقع الكويت الاستراتيجي. ولم يكن للدولة دخل قبل النفط إلا الدخل البسيط اللي هو 4%، بالأخير بعد 4%، الدخل البسيط من الجملة. نعم. ومن هالمنطلق دائما كان يعني تفكير الإخوة الموجودين بالعمل التجاري فكروا في إنشاء خطوط جوية كويتية. وكما تعرف بدأت بداية أولية، كما فكروا في أشياء ثانية أخيرة. نعم. يعني غيرها. فكروا في السينما، فكروا في إنشاء البنك الوطني لما ما كان إلا البنك الشرق الأوسط متوحد في اللي كان أيامها البنك البريطاني. نعم. فكروا في إنشاء شركة الناقلات، والتي تعتبر عملاقة، أكبر شركة الآن في العالم العربي كله. نعم. تذكر لنا في تواريخ عم أبو حمد بالتحديد لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء. على ما أعتقد التفكير كان بال53. الخطوط الكويتية تأسست. نعم. هل يومها اجتمعتوا في مكان معين؟ هل يومها كان لا، هو يعني الإخوان اللي موجودين بسوق التجار تعرف كان بالكويت نعرف بعضنا بعض من النشاط. يعني ما كانت قضايا تروح للمحاكم إلا ما ندر. في من إخواننا التجار يفصلون في القضايا فيما بين التجار بعضهم بعض. ونظرا للسوق سمي المناخ، هو سوق المناخ هو المركز التجاري مع بساطة الماضية، هو المركز التجاري. فمعروفين التجار يعني، والتجار ما شاء الله كثيرين، لكن اللي تقدموا للفكرة هم الأخ الله يرحمه أبو سليمان، والحجي خالد الزيد، أحمد سعود الخالد، خليفة الغنيم الله يرحمه. خليفة كان لامع على صغر سنه، لكن كان متفهم
نعم. محمد الخرافي الله يرحمه. هذول يعني اللي تقدموا، نصف اليوسف. نعم. نصف. نعم. كثير يساندونهم بالفكرة، لكن هذول اللي تقدموا. نعم. وطلبوا أعتقد عندك مجلس سيد علي سيد سليمان. نعم. مشعل الخضير. نعم. طيب شو اللي خلاكم عم محمد تقدمون بالفكرة؟ هل شفتوا طيارات أخرى في مجالات أخرى، أو من خلال السفر أو من خلال التنقل؟ شو اللي خلاكم تفكرون بفكرة إيجاد شركة طيران وطنية؟ هو كانت بالماضي الواسطة هي السفن الشراعية. نعم. تطورت إلى البواخر. نعم. ها؟ نعم. يعني اللي يقرأ التاريخ، شركة بي آي هي أكبر شركة في العالم، بدايتها بواخر شراعية، وبعدين تطورت إلى بواخر 900 ألف طن بس. نعم. وبأسامي عربية أي بعدين. نعم. فالتطور اللي حصل بالنقل من البواخر بدأ عدد الطيران. نعم. ينتشر. نعم. ففكروا، ونظرا لتحسن الوضع الاقتصادي بالكويت نتيجة بداية عهد النفط. نعم. واليسر، ولبنان كانت هي المنتجع الوحيد الكويتي، والكويت والذي يعتبر لا يزال يعني الأفضل. نعم. نعم. هو بالدرجة ثانية سوريا ومصر. نعم. ونظرا لما يرتاد من الإخوان المستقلين، فكروا في شركة نقل بداية. نعم. وكانت بداية بسيطة. نعم. أظن هي كاظمة كاظمة والرقة، أظن اسمين. والرقة. نعم. كاظمة والرقة. إيه. نعم. نعم. داكوتا من دي سي 3. نعم. داكوتا دي سي 3. نعم. العم يوسف عبد العزيز الفلي أبو يعقوب، لما فكرتوا بتأسيس المؤسسة، يذكر عليك متى أول طيارة طلعت من الكويت وكنتوا عليها مجموعة من الجماعة الموجودين الله طول بعمرهم واللي توفاهم الله؟ لا. وين كانت الرحلة؟ والله ما كنت نعم. طيب العم أبو يعقوب، كيف كان استقبال الكويتيين لفكرة تأسيس الشركة؟ طبعا كان استقبال جيد، ومؤيدين الفكرة وساهموا الأغلبية فيها. نعم. وين كان المطار؟ أول مطار نزلت فيه الطيارة، هل هو اللي بالنزهة ولا في غيره؟ هو اللي بالنزهة نفسه. المياص. إيه. نعم. طيب عم محمد، كيف كان الرنوي أيامها؟ مهبط الطائرة؟ رنوي. نعم. كان شبرة صغيرة. نعم. وحتى إذا جت الطيارة بالليل أظن يضولها بالسري. نعم. نعم. ما كان لا الطرق لها مبلطة، لكن المطار هو فعلا المياص. حتى نذكر كلنا أول طائرة جت قبل الخطوط الكويتية كان أظن فيها الله يرحمه الشيخ أحمد اليابر، نزلت أظن في أول 30 أو وين نزلت؟ نزلت تقريبا نفس المكان. على عرض. نعم. طيب. وكان المطار محدود وبنايته ما في شبرات. نعم. صغير. نعم. لكن طيب. هذا عادة الشيء، بداية الشيء بداية المطر نقطة. نعم. لو انتقلنا لعم خالد عبد اللطيف الحمد، عم ابو سليمان. عم ابو سليمان. نعم. حاشيك. هذه الكويتية طال عمرك من 40 سنة، والآن احنا ارفع صوتك شوي. نعم. عم ابو سليمان. نعم. شلون تتذكر تأسيس الكويتية قبل 40 سنة عمي؟ قبل 40 سنة؟ اي عم. لما تأسست الكويتية. اي يعني صار لها من 53 40 سنة. لا 42 سنة أظن. 43. اي عم. يا عم ابو سليمان، تذكر شلون كانت البدايات؟ شو اذكر منها؟ شو اللي تذكره طال عمرك؟ تأسست وتعيننا أعضاء. نعم. إيه المشورة. نعم. وكانت صغيرة ذاك الوقت. نعم. وكانت بالطرف المرقاب.
نعم. اي كم كان رأس مالها عمي تذكر؟ كم حطيتوا الفلوس؟ كم ربية كانت ذيك الأيام؟ ما وكد والله بعد. نعم. طيب اللي كانوا يشتغلون شنو جناسيم كانوا يعني؟ كويتيين غير كويتيين، هنود، انجليز؟ الموظفين طال عمرك. الناس ذاك الوقت ما يقدرون المشاعل هذه. اي جتنا بغت على المشاعل هذه. نعم. نعم نعم ابو حمد. اختاروا الجماعة الأخ عبد الرحمن المشري. اي نعم. والضباط كانوا إنجليز. نعم. واستعانت الشركة في البيوسي. نعم. شركة أنتم ما عندكم شيء قلات؟ لا عندهم. لكن يبي يسألون. نبي نسألك عمي لأن أنت تاريخ ما شاء الله عليك. لكن التاريخ ما نوكد من ذاك اليوم إلى اليوم، هذا هو نعم. الرحم بال. نعم نعم. طيب العم أبو يعقوب، طال عمرك، الهدف من تأسيس شركة طيران وطنية برأيك الشخصي كيف كنت تنظر إلى هذا الهدف كمواطن كويتي قبل أكثر من 40 عام؟ وكنت تتوقع أن الشركة راح يكون لها رواج مثلا؟ كنت تعرف أنها يصير لها رواج ولها مستقبل ولها تزداد ولا لا يسبقنا الغير يجي ياخذ الخط الموجود. نعم. هذا الذي كان يعني يفكر طيب فيه. ما كان في شركات ذيك الايام بالوطن العربي او بالخليج؟ اعتقد بالخليج ما كان. لا نعم. في كان بالخليج، في اللي ابتدت بالنهايه وصارت شركه الخليج، لان كان هذه الشركه مؤسسها واحد انجليزي في البحرين بعد الحرب العالميه، في موجود طائرات صغيره استقلها مده يشغلها بين الكويت والبحرين والى دبي في ذاك الوقت. تاكسي نعم. تقريبا. اي سنه عم ابو يعقوب؟ والله هذه يمكنها بين 46 نعم الى 50. نعم. يعني نعم. تستاجر، يعني استئجار خاص ما بين الكويت والبحرين. بين الكويت والبحرين ودبي. كانت نعم. يحمل منها الى دبي، ياخذونها بإجرة مقطوعة يحملوا عليها. كم يطلع عليك ابو يعقوب؟ عم يعقوب كم كانت الاجره؟ والله الاجره كم ربيه؟ يعني يمكن هذاك اليوم بين 3500 الى 3000 الى 4000 ربيه. 4000 ربيه للرحله الواحده. الرحله ذهاب واياب. يعني كانوا يودوها عليها بضاعه. نعم نعم. تذكر كم كانت مدة الرحلة يا عم أبو يعقوب من 3 ساعات ونص. الكويت إلى البحرين؟ لا إلى دبي. إلى دبي. إلى دبي. نعم. طيب التركيز كان أكثر شيء على دبي ولا على البحرين وليش عم أبو يعقوب؟ لأن كان على دبي لأن العمل موجود في دبي. أي نعم. يعني في على سفن نعم. اللي موجودة هناك. نعم. وفي أعمال أخرى ما تنطرها الحين. أي نعم. أي نعم. هذه. نعم. طيب عمي أبو سليمان. نعم. تذكر متى أول مرة طرت فيها بطيارة؟ أي سنة؟ وين رحت عمي؟ أنا كان عندي أوراق عظيمة. نعم. وكان عندي تواريخ، لكن هذه لما جاء مسألة الاحتلال جميع ما عندي من صور ومن أشياء راحت علي. وذاك الوقت ما اعتمدنا على هالمسائل هذه، إنه يبقي وقت تبون تاريخ وغيره. نعم يا ابو. نعم ما أوكد هذا. نعم نعم. عم ابو حمد يطلع عليك تذكر متى؟ يعني الحين العم ابو يعقوب يقول 3 ساعات لما دبي، يعني كيف كان نوع الطيران قبل؟ اما انا اذكر اول طائره نعم. ركبت فيها باواخر ال40 بالهند. من الهند. ايه اظن يمكن باواخر ال40. التو سيتر كانت كرسيين. لا الصغيره كلها. نوعها تو سيتر. ايه. طرت من بوربندر الى بومبي، مرينا باونقر وجام نقر، حتى اذكر يعني حادثه لن انساها. القبطان واحد هندي وقال لي لما نزلوا الركاب، راكب واحد في باونقر وبعده بجام نقر، ونزل البريد قال لي حتى انت عادل اقعد ورا وانا اقعد قدام. اساس الوزنيه. تصور. هذا اول طيران. نعم. ونبي نمر على جبل يسمونه جبل المياني،
علو حول 10-12 ألف قدم. هذا وين؟ هذا بالهند. بالهندي. اي. يعني قضيت 2.5 ساعة إلى وصلنا بمبي. وأول مرة اي. يعني روح بيد الواحد. اي نعم. لما خصوصا يقول القبطان الهندي قال حتى انت عاد الآن وياك اقعد ورا وش اسمه. نعم. يعني كانت فيها مخاطر رحلات الطيران؟ أبد مقعدة هالكبرى بروحه. نعم. هو لو يصير عليه شيء راح الطيارة. نعم. لا يصير فيه يعني هارت فيل مثل ما يقولون. نعم. حصل هذا حصل في ذكرته في احدى الطائرات الKLM في سنة 67. نعم. باليابان. نعم. وانا كنت هناك ذكرت الصحف لما راد ينزل بطوكيو. نعم. وهي الKLM تحمل حول 150-200 راكب. نعم. لما راد ينزل بقى 1000 قدم عن شو اسمه الكابتن صابه هارت فيل وطاح. والعنوان كان الجريدة يقول شكرا للتدريب الهائل الفني. Thanks for the highly appreciated technical. أخذ الكو بايلوت اسمه وكمل هذا 7 دقائق ونازل. نعم. طبعا تدريب. طيب. هذه أول سفرة للشيخ أحمد إلى لندن. نعم عمي. قلت له أنا قلت له عنها. هذه جت في طيارة صغيرة حول 30 سنة 30. اي ابو سليمان. اي عمي. هذا قال عنها العم ابو حمد. ايش تذكر من عندها عمي؟ هذه أول سفرة له بأي واسطة راح إلى الشعيبة. اي. وطرش على أحمد العبد القليل من الزبير وجاء في الشعيبة وسافر وياه. طيارة بالشعيبة راح. طيارة عسكرية. اي نعم. اي. نزلت بشعيبة. ايش قصتها عم ابو يعقوب هذه؟ يعني يكون مسافر من هنا وراح للشعيبة بالطائرة مثل ما يقول، واخذ احمد العبد الجليل شخص هناك يكون يعرف اللغة يعني فاخذه معه الى لندن. نعم. هذا نعم. نعم. يا عم محمد نرجع الى المؤسسة الان، كيف تراها بعد مضيها المدة وكيف قائمين عليها؟ يعني صارت من صفوف في صف الطيران الدولي الشركات المعتبرة. نعم. ولو أني كنت أتمنى أن يكون في اتفاق عربي بين الخطوط الجوية، لكن لا يزال الاتفاق العربي في بعيد المنال يعني. بعيد المنال في كثير. لأن لما أقول الطيران يختلف عن غيره. مكلف. نعم. مكلف. خذ الآن لما يكون طيران 4-5 دول تتحد، بدال ما يكون لكل شركة وكيل في أي بلد ما، يكون شكل شركة واحد يبدل، تقل التكاليف الأشخاص، تقل التكاليف الصيانة، تقل. بعدين يكون 2-3 من طائرات، طائرة ممتازة للمدى البعيد، طائرة للمدى المتوسط، طائرة محلية الخطوط القريبة. نعم. وهذا لأن الطيارات مثل ما تعرف عليها مسؤولية كبيرة، نظرا تشيك 1 وتشيك 2 وتشيك 3 أيضا. نعم. يعني على أساس السيفتي وسلامة الركاب. لا لازم يصير فحص أول، فحص ثاني، فحص على الطائرة. إيه. نعم. لا على الطائرة. نعم. يعني اللي أعرف عن الفحص الثالث يمكن الأخ عبد الله يصحح عليه، تبدل المكاين. نعم. في حالة ما إذا وجد في لا التشيك. لأن لأن الفحص يمشي على عدد الساعات. نعم. عدد ساعات ما تستهلك الطائرة. نعم. العم أبو يعقوب طول عمرك، هناك من توفاهم الله سبحانه وتعالى، اللي هم المرحوم خالد زيد الخالد، والمرحوم أحمد سعود الخالد، والمرحوم نصف اليوسف النصف، والمرحوم عبد السلام شعيب. طبعا هذا أول وثاني وثالث رؤساء مجالس إدارات.
كيف كان تعاملكم معاهم أيامهم وكيف كانت بصماتهم على مؤسستنا الوطنية؟ هذا ابن عبد السلام عقب ما صارت الحكومة. نعم عقب ما بال 65 تقريبا، عقب ما استولت الحكومة. نعم على الشركة. نعم. كيف يعني أكيد كانت لهم بصمات معاكم في عملية التأسيس وهذا. لو عدنا إلى الوراء كيف كان نشاطهم الله يرحمهم ذيك الأيام؟ لو العم خالد زيد الخالد المرحوم. هم في البداية هم الذي سعوا إلى وجود المؤسسة هذه. نعم. وعمل الطيران لا شك أنهم هم أصحاب الفكرة الأولين. خالد الزيد وأحمد السعود الخالد نصف اليوسف وخليفة الغنيم. نعم. هذولا يعني هم البداية، وبعدين الذي اجتمعوا وصار المجلس بالأخير. نعم عمي أبو سليمان. نعم. بالك شيء بتقوله عمي أبو سليمان؟ عن أي شيء؟ عن الكويتية طال عمرك، عن الكويت، عن الطيران قبل عمي. ما كنا مستعدين احنا نصير عندنا هذا احلام ليل هالمسائل هذه ذاك الوقت. نعم عمي. ما اخذنا لها اهميه، نروح نجدك عبد الله يجتمعون سوالف، يبي يسوون تليفون، يبي يسوون طيران، كان هذه اخبار ما وصلنا هالدرجه عنا. يا عمي. نعم. وشلون اكدت هذا الشيء عمي؟ يعني شلون اصريت ان هذا الشيء يكون يعني؟ نعلم انه يصير على المسائل نوصل عندنا هالدرجه. اي نعم عمي. لان حالتنا ذاك الوقت ما تتحمل هالمسائل. نعم عمي. اغلب سوالفنا عن السفر، عن الغوص، عن كذا بس، او عن الجواف اللي تجينا، او عن مساله السعوديه والباديه وغيره. نعم هذا اكثر امورنا. نعم عمي. نعم. تدري شو يقصد في كلامه؟ اي نعم عمي. يقول نسينا وفاتنا ان نسجل التاريخ الحوادث بوقتها. كانت مرجع، هذا اللي يقصده. طبعا ابو حمد ما سجلت الاشياء هذه اكيد. ما شاء الله ذاكرتك. بعضهم ما سجلنا. ما شاء الله يعني. لا والله كثير من الامور فاتت. نعم عمي. الجرايد تجينا من مصر بالنادر، اللي يقدرون يقرون او شيء، اللي يجتمعون عند ديوان سيد خلف او ديوان الخالد او عند الصقر. ايه. شلون كانت يا عمي من الجرايد؟ شلون يبون هالجرايد من مصر عمي؟ شلون تصل الجرايد عمي من مصر؟ يقول شلون تصل الجرايد قبل؟ الجرايد تجينا من مصر. ومتى توصلنا؟ أسفارنا نسافر بالبواخر الفالتو ياخذ 20 يوم، يلا يوديك بمبي. نعم. يمر هالبنادر وغيره. نعم عمي. ترى في الصميل محمد الشديراوي هاك السنة أعطاه 5000 ربية وجابها إلى الكويت. ولا العادة يجون الناس ينزلون بالفاو، ومن الفاو يجون مع عباهم الماء إلى الكويت. نعم. ما فتحنا وشفنا الدنيا هذا إلا بالتالي. ماكو شيء عند حالتنا ما تتحمل. ايش رايك عمي بدنيا هالايام عن دنيا قبل؟ ما ادري والله. انت لما نرجع نعم عن التاريخ والتسجيل. نعم عمي. قبل الاعتماد على الذاكره كثير، لأن ما في حاسبات، ما في تسجيل، ما في شيء. حتى النساء معروف عنها الكويتيات هم مرجع في الذاكرة. شياب رجال ونساء مرجع في الذاكرة. وفعلا اكو اشياء الان يعني اي منا واحد يندم على كثير منها، لا من نواحي اثريه ولا من نواحي امور يذكر حوادثها. نعم. ونسوا ما لم يسأل كبيرين السن اللي كانوا معروفين. اكو ناس اشخاص يعني عندهم ما شاء الله ذاكرة. نعم. رجال ونساء. نعم. يثبتون الحوادث وتواريخها. نعم. موهبة هي. نعم. مع الأسف نندم الآن اللي ما اغتنمنا فرصة وجودهم وعمل لقاء معهم أو شيء. طيب عمي أبو حمد، ما رأيك بالتنسيق بين دول الخليج في عملية، خصوصا أنا تركت سؤالي طال عمرك عن موضوع الطائرات، في قضية التأمين المشترك، في قضية الصيانة، في قضية التموين، فيما لو اشتركت هذه الدول مجلس التعاون كلها في هذا المجال وتوحدت عملية الصيانة والتموين والتأمين المشترك. يعني أنا يمكن أروح أبعد وياك من هذه. أنا أقول لا حل
دول مجلس التعاون إلا بالتنسيق والتوحيد. شيء جميل أن يكون، قلت لك أنا، أن يكون تنسيق مشترك، بل أن يكون شراكة بين الخطوط، خاصة الخطوط يعني في الأمور الملاحية أو الأمور التجارية الثانية أو البنكية تختلف، لكن في الملاحة الجوية، لأن أنا ككويت مثلا مضطر أحط لي 60 وكيل في بلدان العالم كلها، كل بلد اللي ترتادها طائرتي لازم يكون لي وكيل. وتعرف أنت مكتب الوكالة ايش كثر يكلف؟ مكلف. نعم مكلف. نعم. وطيران الشرق الأوسط، السعودي، الإماراتي، طيران الخليج، طيران السوري، طيران المصري، طيران يعني أنا بتكلم مرحلة خليجية ومرحلة أيضا عربية. لو كان في تنسيق نعم لكانت التكلفة تنزل يمكن إلى النصف. نعم. ليش ما في تنسيق عمي؟ والله نعم. هذا اللي كتب علينا. طيب إذا أخذنا نعم. اعتبرنا الأمور الأخرى. أول واحد جاب صهروج من المحمرة فلاح الخرافي وسوى برشة في بيته. الطابوق اللي على وقت الشيخ مبارك يجيب عبد الوهاب القرطاس يحمل بدوب ويجيب الهديرة. نعم. كل أشياء بدائية عبارة ما عندنا شيء. نعم. جابوا كنداشة للماء، معروف الناس يصنعونها هنا، وتالي اشتروها عدن بيت كاوج فرس، والى الان تشتغل بعدن. سيارة جاسر ابراهيم جابها للشيخ مبارك بهالديرة من مشاها. كل اموره تو الحمد لله ما فتحنا الا بالسنين الاخيره ترى. هذا عندك وعند غيرك. نعم نعم نعم. العم محمد، تعقيبك على ايضا السؤال اللي طرحته في عمليه تطوير المؤسسه في مرحله ما بعد التحرير، كيف تراها الان؟ يعني بالرغم من الدمار اللي حصل لها، بالرغم من التخريب. ما في شك ان الدمار حصل عام، وتمكنت الخطوط ان تقف عليها طبعا بمجهود ودعم حكومي. نعم. دعم الحكومه لها، بس يعني اصبحت تقوم في واجبها خير قيام. نعم. يقال في كلام عن الخطوط الكويتية انها بسياستها ابعدت بعض الخطوط اللي ترتاد الكويت، مثل ما ادري انا، هذا طلبت منها نسبة من ارباح، مثل الماليزية او السنغافورية او وهذا برأيك؟ ما في شك ان يكون للكويت خطوط جوية، ان يكون علم، ان مفخر هذا. نعم. لكن بنفس الوقت ايضا لازم نراعي المنافسة القائمة في المنطقة. نعم. طب ايضا لو عدنا الى المرحومين اللي توفاهم رب العالمين، نعم. نبي نقيم دورهم خلال الفترة اللي كانوا فيها. طبعا نبدأ مثلا بالمرحوم خالد زيد الخالد، كان رئيس لمجلس الإدارة. مرحوم أحمد سعود الخالد طال عمرك، مرحوم نصف اليوسف، مرحوم عبد السلام شعيب. دورهم برأيك الشخصي وتثبيتهم لدعائم المؤسسة طال عمرك كيف ترى الآن بعد مضي فترة من الزمن؟ والله هو دور يعني قاموا فيه دور جيد، لكن كل مجموعة كان يعني المجموعة اللي أسست كان لها دور في بناء هذا الصرح. نعم. بإمكانياتهم المحدودة. وفقت في مدير بوقتها عبد الرحمن الله يرحمه نشري. نعم. كانت بالإمكانيات المتوفرة ذاك الزمن. يعني لما يأسسوا خطوط جوية ما كان موجود الطيارين، ما كان موجود المال الكافي أيضا. الصيانة، الطيارات أهم ناحية فيها ناحية الصيانة، مضطرة أن تلجأ للبي او سي والطيران الشرق الأوسط
تستعين بالطائرات وبالطيارين وبالخبرة. وهذا مو عيب، بداية كل شيء أولويات دائما. نعم. الآن الشباب الكويتي يطير، والشباب الكويتي مهندس، والشباب الكويتي يعني يفوق يمكن في خبراته في الطيران وفي الأمور هذه زملاء ممكن في الدول المتقدمة. هذا جاء بفضل إيش عم محمد؟ والله هو بفضل، ما في شك أن الدولة يسرت لهم هذا، لكن بصورة عامة إذا قرأنا وسمعنا عن بعض الطيارين الكويتيين أصبحوا بمستوى الطيارين العالميين، وبعضهم يمكن يبز الطيارين. فالطينة والعينة موجودة بالكويت. نعم. موجودة في كل المستويات. نعم. لكن وضعنا الحالي أصبحنا مدللين أكثر من اللازم. كيف؟ ها؟ كيف تنظر إلى هذا الوضع عم محمد؟ قبل أن نسجل اللقاء عمي قلت إنه قبل الكويت إذا صار عمره 15 سنة وما طلع الغوص يبكي. إيه؟ الآن صار عمره 35 سنة يطلب التقاعد، يبي الراحة، وقبل يطلب الشقة. إيه؟ نعم. لا، كان قبل يعني نسمع من إنه إذا ما راح السفر، الغوص أو السفر نعم، يصيح على أبوه شنو أنا امرأة بنت. هذا مفهوم ذاك الزمن. نعم. لكن كانوا رجال متعاونين يعني بالماضي هذا. بالرغم يعني لا تنسى أن الكويت بفضل رجالها وأسطولها التجاري كانت تمون كل الخليج، كان تمون المملكة، تمون جزء العراق، إيران، إلى حلب، إلى الشام. لأن إذا تأخذ واردات الكويت دائما وارداتها أكثر بكثير من تعداد شعبها، إعادة التصدير فيها. وكان هذا، وكان فيه تعاون بالنسبة للعمل في الغوص أو بالنسبة للسفر. إذا تعورت سفينة أو غدر كان التأمين محرم في ذاك الزمن، يعني محرم عرفا. نعم. لا يعتقدون إنه حرام. نعم. وكل سنة تنكب سفينة سفينتين. هذا أي سنة عم محمد؟ يعني إلى أن برز إلى الخمسينات. يعني الخمسينات. نعم. لما شوية بحبحت إلى الستينات. لكن كان في الماضي اللي نعرفه ونسمعه، إذا حصل سفينة انكسرت أو ضرت أو العمد، أولا الفزعة تطلع لكل مكان، بعدين الناس متعففة، ما يعرف صاحب السفينة يجيه الدعم من أيدي مستورة، لا يطلب هو. وكذلك الحال في كثير من نعم. ترى يا أبو سعود، أغلب الناس أكو بعض مسائل يجهلونها، يظنون صحبة مبارك في الصباح مع خزعل إن خزعل المستفيد مبارك تمر برضو الشرجي. هذا من يحملها؟ كله يحملونها الكويتيين، مئات الآلاف من التمور لليمن، للهند، للجبال، للسواحل. ومبارك كابل المصاريع بيده، كلها التمور يقبضها من خزعل يعطيها الكويتيين بدون فلوس. إذا رجعوا من السفر سلموا الفلوس للحميضي الشيوخ. هذه مسألة ما كل من يدري عنها أو يعرفها. المستفيد مبارك، ما هو مستفيد خزعل. نعم. عم محمد، لو تكلمنا عن أول مجلس إدارة اللي هو طال عمرك كان فيه بالعام 54 حسب ما هو مكتوب عندي، وكان أول مجلس إدارة للشركة تكون المرحوم خالد زيد الخالد رئيس مجلس الإدارة، عبد العزيز حمد الصقر نائبا للرئيس، أما الأعضاء فهم المرحوم أحمد سعود الخالد، المرحوم خليفة خالد الغنيم، خالد عبد اللطيف الحمد، يوسف الفلي، المرحوم علي سيد سليمان، المرحوم نصف اليوسف النصف، يوسف أحمد الغانم، محمد عبد المحسن الخرافي، والمرحوم مشعان الخضير. كيف كان أول مجلس؟
كيف كنتم تجتمعون؟ وين كنتم تجتمعون؟ ما هي الأمور التي كنتم تتداولونها من خلال هذه الاجتماعات؟ من حيث كمجلس، في مجلس إدارة يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، ويجتمع المجلس في مجلس إدارة الشركة. وين كان المجلس طال عمرك؟ موقعكم تذكر وين كان؟ بالأول يم فندق، لكن تالي هني إيه؟ يم وراء الغرفة. اي نعم. موقع البنك العقاري سابقا. السوق الجديد طبعا. اي يم سوق واجف. اي نعم. يجتمع ويتداول شؤون الطيران، أو دعوة تكون مستعجلة من المدير، أمور العادية يعني الروتينية بين المدير والرئيس أو نائب الرئيس. الأمور الهامة اجتماع مجلس الإدارة، ياخذ رأي مجلس الإدارة ويقرر. لكن احنا دائما مجتمعين. نعم. إذا ماكو سفر بالسوق دائما مجتمعين. نعم. يعني أكثر الكويتيين يتشاوفون بالسوق، سوق التجار. سوق التجار بعضهم. وفي النظام قبل أدق من نظامنا الآن. كيف؟ يعني قبل بالكويت الصبح يطلعون الناس، اكو ناس جماعة الفير اللي لصلوا الفير تقهووا في ديوانية معينة، اجتمعوا هالكبار الشيعة. نعم. المرحلة الثانية بعد الشمس مباشرة في اجتماع، اما دواوين اللي على البحر والعماير، او في دواوين معينة لكرة على البحر يدشون السوق معين، يطلعون من السوق في وقت معين. في بعد الغداء وبعد صلاة الظهر قاعدة أيضا بعض الدواوين تفتح بعد الظهر وتفتح المساء بالليل. في يعني تنظيم دقيق. الحياة بسيطة بقدر ما هي، وطبعا كلها مشي على الأقدام. إلى أذن الظهر الناس خلت دكاكينها مبطلة مشرعة، والمال ولو إنه قليل لكن ثمين في البركة. في البركة. نعم. مفتوح. نعم. ويروح المصلي يصلي ويرجع لدكانه كما هو. كما هو. نعم. سواء فيه 100 ربية ولا 200 ولا 1000. نعم. كما هو. طيب المؤسسة وبداياتها عمي، ما كان في تدخل خارجي من ناحية الإدارة، من ناحية الإشراف، من ناحية؟ لا، هي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. نعم. إيه طبعا ما في عندنا خبرة. لا والدولة في بدايتها لما صارت الفكرة وأسسنا الشركة استعنا بالبي او سي. نعم. استعنا فيها في خبرتها، وفي مدتنا بطيارين، واتفقنا ايضا مع الماسكو اللي هي الميدل ايست والبي او سي. نعم. الصيانة في بيروت. إيه؟ طموحاتك عن أبو حمد، طموحاتك للمؤسسة، آمالك، ما هي أهم آمالك لهذه المؤسسة الوطنية الآن؟ والله طموحات ما في شك إنه أبيك تكتب هالمسألة. أي عم سليمان. أي نعم. الكويتيين. نعم عمي. من بد العرب كلهم، لا سوري ولا مصري ولا خليجي ولا عراقي، إلى بغي في بمبي شاهدنا يعرف أبو حمد يبي يروح حتى إلى أبونا لازم يروح عند السعايدي وياخذ رخصة، والكويتيين مباح عندهم ممتازين كل شيء، ما ياخذون ولا يروحون ولا حد. نعم. هالمية من يحصلها؟ أنت تتوكد يا أبو حمد. نعم. نعم. أتوكد. شو يقصد بالرخصة عن أبو حمد؟ الفيزا يعني؟ إيه. هو من منطلق إن يعني السي اي دي تعرف البوليس السري. نعم. السي اي البوليس السري الامريكي. نعم. في الهند يعني، وكانت انه حذر الحكومة لا يكون يعني شخص مطلوب او شخص
يعمل جناية. لكن كون إن الكويتيين هذا اللي يقصده لهم سمعة معروفين مباح لهم. أنا بحكي لك قصة أكثر من هذا. أيام الحرب الثانية كلنا اللي بين الكويت وبومباي والهند انقطعت البواخر، صارت البواخر تؤخذ للمجهود الحربي لنقل الجنود أو للمؤن أو أيضا تحذر، فكثير صار دور للسفن. نعم. السفن الكويتية هي ما أقوى سفن بالخليج كله، الكويت بالسفن. السفن كانت ترجع محملة لما تودي التمر أو تودي أحيانا الأيام الأخيرة خيل ترجع خالية، نظرا لعدم وجود البواخر والغلاء اللي انقطاع أوروبا والغلاء اللي صار بالشكر وبالأقمشة وبكل المواد اللي تعرف أنت، تموين وغيرها. تموين. نعم. أيام الحرب التجار الغير الكويتيين ينولون السفن الكويتية هنود. حتى كان أذكر يعني في ذاك الزمن ماكو ما وصلت قضية فلسطين إلى. نعم، هذا قبل 48 طبعا. نعم. يحملون ملايين، يعني فراد بالملايين، أشياء كثيرة للعراق، لإيران، للكويت، للخليج. التاجر يأمن. التاجر الكويتي ولا التاجر المنول؟ ايه، ينول على بضاعته، على بضاعة الكويت. نعم. مع التجربة السفن الكويتية أحيانا لا تؤمن وتعطى نول فارق 20-30%، لأن ثبت أي بضاعة تطلع فيها زود أو خطأ يسلمها الناخذة والبحرية بالتمام والكمال. كمال، ما يخلي من 200. السفن الهنود اللي تحمل للخليج بالطريق تبيع بعض البضاعة بالطريق، فهذا دليل يعني الثقة والأمانة. الحمد لله. وكان لهم سمعة ممتازة جدا. نعم. هذا اللي يقصده. نعم. يعني من العم سليمان. العم أبو يعقوب، كيف ترى الأمانة الآن؟ الأمانة. نعم. بين الناس، تأكيد على كلام العم أبو حمد قبل. نعم. كيف تراها الآن بين الناس؟ يعني بين السفن ولا كيف؟ الآن بين المجتمع ككل، مجتمعنا الكويتي. الأمانة موجودة إن شاء الله، ما فيها شيء. نعم. يعني تطور الزمن ما غير النفوس؟ أبدا ما غير شيء. نعم. العمل بالطريقة كذا، والآن ضبط أكثر. نعم. لأن الآن فيها البنوك استلام وتسليم، ولا إلا في ورقة ولا يسلم الورقة. هذاك الزمان واحد. نعم. أما الآن لا. لكل زمان أمة ورجال. نعم. عم محمد. الأمانة هطينا من هالعجينة يعني كلهم، لكن حصل أشياء. أنت عمرك سمعت الكويت ياكل برطيل؟ ياكل برطيل؟ شنو اللي هو تاكس؟ لا، العمولة. إيه، رشوة. إيه. يقال الآن نسمع أن موظفين كثيرين يأخذون. ما كان هذا موجود. أنا أحط يعني بالدرجة الأولى اللوم على سياسة الدولة المتبعة. ميعنا الكويتي جوهر ممتاز لأقصى درجة، بأقصى حضرة وبدوة داخلة وخارجة ممتازين، لكن الدلع اللي جانا هو اللي خربنا. هنا خرب عيالنا علينا خرب. هنا. طبعا ابو محمد، احنا قبل لا نختم هذا اللقاء، والعم ابو يعقوب والعم ابو سليمان. شوف. نعم عمي. يوم الله من على الكويتيين بالمال. نعم. تملكوا بالبصرة، ولولا اعتراض عبد اللطيف المنديل لما صار بالوزارة قال بكره الكويتيين يملكون املاكنا كلها، الصقر وهلال والحمد وغيره، ولولا انه الحكومة اعترضت عليهم والعراق كان اليوم نصف ملاك البصرة للكويتيين. وطلع عبد اللطيف المنديل قانون
انه ما يسجل باسم الكويتي. ايه صاروا يسجلون باسم عراقي عادية بس. ليش عمي ليش؟ ليش عم محمد؟ يدري ابو حمد. تأكيد على كلام العم سليمان. والله يجوز يعني اللي يقصده عبد اللطيف المنديل مو أصل عراقي، معروف عبد اللطيف عائلة محترمة وش اسمه. يجوز العامل سياسي تخوف من التسجيل، ويجوز أيضا دخل الحسد أيضا. نعم. ركز على نقطة البصرة عم محمد. هو كان قبل، ليش الآن؟ الحين تنوعت الأسباب. قبل يقولون شيء نسمع من يقولون المال مال النخل والمغنيات الخيل وكذا حجي. يعني نسمع قبل أن أهم شيء هو النخيل، لكن كانوا أهل الكويت يحجمون، بعض أبناء الخليج يحجمون عن التملك بالعراق، خايفين. في زمن الأتراك كانوا يجندون من التجنيد. ايه الكويتيين خايفين من التجنيد قبل، فبالتالي ما يتملكون. سمعناه. اي نعم. كذا سمعناه. نعم. ولا كان في ذاك الزمن يعني النخيل ما في شك انه يعني من الاستثمارات الجيدة، ولو انها مردودها مو قوي لكنه ثابت. نعم ثابت. نعم. عم ابو حمد، من ساعة قبل لا نجري هذا اللقاء طلعت مجموعة أوراق تاريخية ولها ذكرى ولها موضوع أعتقد، فشلون نقدر نتصفح جزء منها في هذا والله الموضوع؟ لا، بس في أوراق كثيرة عندي. نعم. لما دعوني الجماعة تذكرت بعض. نعم. بعض ممكن نطلع على بعض رسائل. نعم عمي. هذا من المكاتيب الدورية اللي تجينا من الإدارة عن شو اسمه. تعطينا فكرة عنها عمي، هذه المكاتب الدورية ايش تقصد فيها؟ ومتى هذا كانت من جواب كتابي من الأخ نصف الله يرحمه. على شو يقول فيه؟ نقدر أخي الكريم أبو حمد تقرأ أنت؟ اقرأ عمي أبو حمد بصوتك أحلى يصير. تحية طيبة. بعد أخذت كتابكم المؤرخ 20 منه، هذا ب55 سنة 55. وقد ذكرتم عن المعاكسات التي حصلت للهرمز. كان عقب الداكوتا يبنى الهرمز، طائرات الهرمز. نعم. إننا أدركنا من تكرار حوادث التأخير والعراقيل أنها مقصودة. ممن مقصودة عم أبو حمد؟ نعم. والأسباب قد يكون مقصودة أيضا من المنافس. نعم. الجهة المنافسة. والأسباب التي أوضحت عنها الجميع يزاملكم الرأي فيها. بعد اجتماعنا مع الأخ عبد الرحمن قررنا مع الإخوان عرض كتابة قديمة عرض الأمر الإيفائي على محامي قدير واستطلاع رأيه في الموضوع لكي نعطي رأي حاسم، حيث ليس لدينا أي إلمام في مواد الاتفاقية. ما أعرف عن الاتفاقية بيننا وبين يمكن الماسكو ويترجح عندنا أن الاتفاقية في موضوع الاستئجار لم يراجع بها أو يستشار بها من قبل محامي لهذه الأسباب التي ذكرتها. أجلنا البحث حتى الاستشارة وتفضلوا. كتابة قديمة ومتنحية. يعني المرحوم ذكر قضية المحامي. أنا حكي بال55 عمي أبو حمد. في محامين قبل؟ أيوة في لبنان فيها محامين. بلبنان؟ يعني تلجون للبنان؟ لا لبنان. والاتفاقية ماكو خلف بين الكويتيين. نعم. أو مع الحكومة. نعم. الخلف
نعم. مع اما البي او سي او اكثر شيء الماسكو. نعم. مع طيب اصل الرساله هذا طبعا عمي رد على رساله. هاي عدل ما ادري رسالتي وين. ايش كان برسالتك تذكر عم ابو حمد؟ والله ما ادري صار 40 سنه الحين. رساله اخرى عن ابو حمد عن وضع الشركه. وضع الشركه. نعم. طيب في اشياء اخرى تاريخيه؟ هذه كتب دوريه من الاداره. نعم. يعني اهم شيء هذا كتاب ايضا لعلاقتنا كانت انا دائما اتعقب فيه انجلترا ويا البي او سي. نعم. هذا ممكن تقرا لنا عن ابو حمد؟ دير عبد العزيز الصقر، هذه 3 نوفمبر 58 باركلي سكوير هاوس، هذا حكومي. نعم. On behalf of the Ministry of Transport and Civil Aviation، نيابة عن وزارة النقل وCivil Aviation طيران. المدني. نعم. I have pleasure in inviting you to lunch at Brown Hotel. هذا مشهور براون هوتيل. نعم. من أقدم الفنادق اللي يرتدونه الكلاسيكيين. نعم. الإنجليز. دوبر ستريت، في دوبر ستريت. WI on Wednesday 5th November at 12:45 Brown Hotel is within walking distance of the Ministry of Transport and Civil Aviation. نعم. هذا نعم. طيب هذه الرسالة عن محمد تسلمتها بالكويت؟ لا أنا بلندن. كنت بلندن. لبيت الدعوة يومها؟ اي اذكر بس لها يعني ما شاء الله إذا بال58 وهذه رسالة من وزارة الطيران المدني، معناته انه العلاقة بالبريطانية. انا مسؤول وياهم في. نعم. يعني هذا يعطي دليل ان سمعة الكويتية منذ تأسيسها وحتى الآن سمعة عالمية ناصعة. طيب ختاما، المؤسسة تحتفل ب40 عام على طال عمرك على تأسيسها، وترى الشباب اللي موجود الآن وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الأخ أحمد المشاري والشباب الطيبين، كيف ترى شباب هذا اليوم مقارنة بالشباب؟ والله نفخر احنا بشبابنا، ونفخر بشبابنا الإداري وشبابنا كطيارين. في كما قلت لك في طيارين يعني أثبت من رابعناهم بالطيران ومن مرت عليهم زوابع وحوادث أثبتوا مقدرتهم ورجولتهم وكفاءتهم. تذكر من معهد الزمانات لما كنت تطيرون معاهم أبو حمد؟ والله ما طرنا ويا بداية أول تأسيس شركة كان إنجليزي. نعم. لكن مع الطيران الأخير ومع ما نقرأ ونسمع. نعم. يمكن عمو يعقوب ساكت. يمكن ما عقبت على الكلام عمو يعقوب. والله عمو يعقوب يتابع. اكو اسمه لكن ما تحفظ. ما احفظ، مرت علي. عمو يعقوب ماذا تقول عمي؟ 40 سنة على الكويتية وهذه دعوة عندكم يا طبعا. احنا بنشوف ان شاء الله الدعوة هذه. لا يعني سمعنا وقرأنا عن طيارين بمنتهى المقدرة والروعة، يعني مرت عليهم كوارث وزوابع. تعرف انت الطيران. انا اعرف حادثة جرت. نعم. حق رضيعتي وزوجها احمد القطامي. وين؟ داكوتا. نعم داكوتا. تذكر سامعها ولا لا؟ نعم. رايحين لبنان. اي سنة عمي؟ ما ادري ب 56 او 57 او. نعم. نعم. بالداكوتا. الطيار طلياني، هذا طلياني او انجليزي، بس الكوبايلوت الماني. نعم. اي نعم. طيارة مليانة، اي مليانة. داكوتا فيها حول 40 38. رضيعتي موجودة، زوجة أحمد القطاني وأحمد وبعض العائلة. واحد من مع الأسف من الركاب عن غير قصد وعن جهل، عقب ما شرب السيجارة قطها بدال في الاشتري. أظن قطها بين المقعد وبين شو اسمه. والطيران ياخذ وقت كم ساعة؟ أظن حول 4 ساعات. اي نعم. إذا اشتعلت الطيارة بالجو. اوف. اي اضطر بعد ماكو ذيك الساعة صلة، سرعة وصلة واتصالات مثل الآن، اضطر لازم ينزلها. نزلها بالصحراء، صحراء سوريا. قبل لا يصل نزلها في أرض وعرة
وهذا الألماني طلع بطل، حارب لما طفى الطيران والركاب طلعهم برا كلهم. عقب ما طفى الحريق ردوا ركبوا نفس الطيارة نفس الطيارة، ما لهم ملجأ. اي نعم بالصحراء. اي نعم إيه. ماكو طفايات قبل ابدا. وهذا اخونا قط علبة السيجارة اظن بين المقعد وبين كويتي هذا قط السيجارة. ما اكيد كويتي. لكن بعتبر يمكن ما تقول انت الحين في مذكرات شو اسمه الطيار شو اسمه احدى الطيران الى عمان اظن. الى عمان الهوستس انجليزيه اظن المضيفه نعم. قدمت البسكت حق واحد. اي نعم. بدل ما ياخذ علبه اخذ الصندوق كله وحطه بحضنه. هذا مذكور عندكم انتم بالتاريخ. هذا من الطرائف. انا ما اعرف ما مر علي لكن مذكور من الطرائف. احتارت المرأة، هذا حطها بحضنه وشكرها وقام ياكل منه إلى اضطرت أن تروح وأسعفت من الموجود عند الجهاز حق وجبة العشاء. ومرت هذا يدلك هذا له شو اسمه جاهل ما يدري، ربما ظن ان التقديم اكرام له كمية كلها له. وما يعرف شنو ويمكن غيره راح يحصل نفس الشيء. نعم. لو يعرف طبعا الناس كاملة حياها وكاملة خلقها، بس الجهل. واللي قط السيجارة يعرف ان النتيجة هو سيحترق فيها. لا لكن الجهل. بس حادثة جرت هذه. نعم. جرت وكان سلامة من الله له. الحمد لله. لأن الطيارة نزلت على أرض وعرة بشكل في صحراء سوريا. لكن يمدحون الطيار الألماني حارب محاربة الطائر. العم ابو سليمان ما يذكره؟ ما ادري والله، لا كان يمكن ما يذكره. اظنها هذه بال 55 نعم. نختم اللقاء ابو حمد ابو يعقوب ابو سليمان. شاكرين لكم شاكرين. نتمنى لخطوطنا الجوية كل ازدهار وتقدم، ونراها ان شاء الله في طليعة الطيران المشابه لها. نعم. نعم عم سليمان. أبو سعود، من رجولة الكويتيين يدخل إلى خليج البصرة 1000 سفينة من الهند ومن الخليج ومن بر الشرقي. من يحمل هالسفن؟ يحملون الصقر أكثر ما يكون، والباقي الكويتيين هم اللي يحملون على 1000 سفينة اللي تدخل. هاي الشعار القديم. تمور العراق هذه يجيها الكويت. ثم الرجولة الثانية يجيبون العليج من أقصى الفريج. سيلان كان فيها اللولو أكثر ما يروح هناك خوص سيلان الكويتيين. دهلك في البحر الأحمر راحوا للكويتيين يطلعون اللولو. اي نعم. يعني مثال عند الكويتيين ما عند غيرهم. هذا فرق الرجولة. نعم. طيارة طلعت الهولندية فرنشب. فرنشب من أحسن طيارات العالم. طلعت مكاينها رولز رايس تشيل 38. حنا ذاك اليوم جت طيارة في آخر الشركة. جت الطيارة بلغنا انها جاية طالبها نهرو يبي يشتريها للهند. والآن الفرنشب موجودة تكد بسويسرا وبكل مكان. أي سنة عمي؟ ما أدري أظنها ب 56 57. المهم قال هل الكويت تشتري منها بشيء اقتصادية جدا، تشيل 38 راكب وواطية تركب درجتين 3 درجات، واقتصادية وأمينة، مكاين فيها 2 رولز رايس. قالوا يسوون 10 دقائق تجربة اكسبيرمنت، وحنا أعضاء مجلس الإدارة حضرنا. أذكر أنت حجي ويانا؟ لا ما كنت. ما أذكر بالفعل، لكن أذكر النص الله يرحمه شو اسمه، أذكر يوسف أحمد الغانم والجماعة. يوم طرنا شوي كان يقول الطيار بعمل لكم تجربة تشوفوا لها جناحين محركين، أطفي واحد وأخلي واحد. ولا يوم بات خليفة الغنيم، ولا يوم بات بعض ربعنا مرقط على ما يقولون. كان يقول يوسف الأحمد
يتعلم التحسونه بالقرآن. طفل هذا طفى ماكينه واحده. اي عندنا بالجو 10 دقائق، فشغلها وطفى الثانيه ونزلنا محرك واحد. هاي الفرنشيب لا تزال الطياره. شريتوها عاد يومها؟ لا ما ادري عاد، لا ما شريتها، ما اخذتوها، بس راوجه في العالم، مي كبيره بس امينه جدا. نعم. عزيزنا المشاهد، في ختام هذا اللقاء الذي جمعنا بأقطاب الاقتصاد في الكويت هنا، ونحن نتحدث من خلال هذا اللقاء عن دور مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والتي تحتفل بمرور 40 عام على تأسيسها. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى العم خالد عبد اللطيف الحمد، العم أبو سليمان، والعم عبد العزيز الحمد الصقر، العم أبو حمد، والعم يوسف عبد العزيز الفلي، العم أبو يعقوب، متمنين لهم التوفيق وطولة العمر إن شاء الله، ونجد إن شاء الله منهم كل الخير لأجل هذا الوطن، وطن الخير، وطن المحبة، اللي مثل ما قال العم أبو حمد، هذا الوطن ماشي برجاله وسيستمر إن شاء الله بأصالة رجاله وصدق رجاله وتفاني رجاله من أجل خدمة هذا الوطن. شكرا لكم، وإن شاء الله نشوفكم دائما بالصحة. قسيم كانوا يعني كويتيين غير كويتيين، هنود، انجليز، الموظفين طال عمرك. الناس ذاك الوقت ما يقدرون المشاعل هذه. اي جتنا بغتة على المشاعل هذه. نعم. نعم نعم ابو حمد. اختاروا الجماعه الاخ عبد الرحمن المشري. اي نعم. والضباط كانوا انجليز. نعم. واستعانت الشركه في البيوسي. نعم نعم. شركه انتم ما عندكم شيء قلات؟ لا عندهم. لكن يبي يسألون. نبي نسألك عمي لأن أنت تاريخ ما شاء الله عليك. لكن التاريخ ما نوكد من ذاك اليوم إلى اليوم، هذا هو الله من نعم نعم. طيب العم أبو يعقوب، طال عمرك، الهدف من تأسيس شركة طيران وطنية برأيك الشخصي، كيف كنت تنظر إلى هذا الهدف كمواطن كويتي قبل أكثر من 40 عام؟ وكنت تتوقع أن الشركة راح يكون لها رواج مثلا؟ كنت تعرف أنها يصير لها رواج ولها مستقبل ولها تزداد، ولا يسبقنا الغير يجي ياخذ الخط الموجود. نعم. هذا الذي كان يعني يفكر فيه. ما كان في شركات ذيك الايام بالوطن العربي او بالخليج؟ اعتقد بالخليج ما كان. لا في كان بالخليج، في اللي ابتدت وصارت شركة الخليج، لأن كان هذه الشركة مؤسسها واحد إنجليزي في البحرين بعد الحرب العالمية، في موجود طائرات صغيرة استقلها مدة يشغلها بين الكويت والبحرين وإلى دبي في ذاك الوقت. تاكسي نعم. تقريبا. أي سنة عم أبو يعقوب؟ والله هذه يمكنها بين 46 نعم إلى 50. نعم. يعني تستأجر، يعني استئجار خاص ما بين الكويت والبحرين. بين الكويت والبحرين ودبي. كانت يحمل منا إلى دبي، يأخذونها بإجرة مقطوعة يحملوا عليها. كم يطلع عليك أبو يعقوب؟ عم أبو يعقوب كم كانت الأجرة؟ والله الأجرة كم ربية؟ يعني يمكن هذاك اليوم بين 3500 إلى 3000 إلى 4000 ربية. 4000 ربية للرحلة الواحدة. الرحلة ذهاب وإياب. يعني كانوا يودوها عليها بضاعة. نعم نعم. تذكر كم كانت مدة الرحلة عم أبو يعقوب؟ من 3 ساعات 3 ساعات ونص. الكويت إلى البحرين؟ لا إلى دبي. إلى دبي. إلى دبي. نعم. طيب التركيز كان أكثر شيء على دبي ولا على البحرين، وليش عم أبو يعقوب؟ لأن كان على دبي، لأن العمل موجود في دبي. أي نعم. يعني في على السفن نعم. اللي موجودة هناك. نعم. وفي أعمال أخرى ما تنطرها الحين. أي نعم. أي نعم. هذه. نعم. طيب عمي أبو سليمان. نعم. تذكر متى أول مرة طرت فيها بطيارة؟ أي سنة؟ وين رحت عمي؟ أنا كان عندي أوراق عظيمة. نعم. وكان عندي تواريخ، لكن هذه
لما جاء مسألة الاحتلال جميع ما عندي من صور ومن أشياء راحت علي. وذاك الوقت ما اعتمدنا على هالمسائل هذه انه يبقي وقت تبون تاريخ وغيره. نعم يا ابو. نعم ما اوكد هذا. نعم نعم. عم ابو حمد يطلع عليك تذكر متى؟ يعني الحين العم ابو يعقوب يقول 3 ساعات لما دبي، يعني كيف كان نوع الطيران قبل؟ اما انا اذكر اول طائره نعم. ركبت فيها باواخر ال40 بالهند. من الهند. ايه اظن يمكن باواخر ال40. تو سيتر كانت كرسيين. لا الصغيره كلها. نوعها تو سيتر. ايه طرت من بوربندر الى بومبي، مرينا باونقر وجامنقر، حتى اذكر يعني حادثه لن انساها. القبطان واحد هندي وقال لي لما نزلوا الركاب، راكب واحد في باونقر وبعدها بجامنقر، ونزل البريد قال لي حتى انت عادل اقعد ورا وانا اقعد قدام. اساس الوزنيه. تصور هذا اول طيران. نعم. ونبي نمر على جبل يسمونه جبل المياني، علو حول 10-12 قدم. هذا وين؟ هذا بالهند. بالهند. يعني قضيت 2.5 ساعة الى وصلنا بمبي. واول مره يعني روح بيد الواحد. نعم. لما خصوصا يقول القبطان الهندي قال حتى انت عادل انا وياك اقعد ورا وش اسمه. نعم. يعني كانت فيها مخاطر رحلات الطيران. ابد مقعده هالكبرى بروحه. نعم. هو لو يصير عليه شيء راحت الطياره. نعم. لا يصير فيها يعني هارت فيل مثل ما يقولون. نعم. حصل هذا، حصل في ذكرته في احدى الطائرات الKLM في سنة 67. نعم. باليابان. نعم. وانا كنت هناك ذكرت الصحف لما راد ينزل بطوكيو. نعم. وهي الKLM تحمل حول 150-200 راكب. نعم. لما راد ينزل بقى 1000 قدم عن شو اسمه الكابتن صابه هارت فيل وطاح. والعنوان كان الجريدة يقول شكرا للتدريب الهائل الفني. Thanks for the highly appreciated technical. أخذ الكو بايلوت وكمل هذا 7 دقائق وهو نازل. نعم. طبعا تدريب. طيب. هذه أول سفرة للشيخ أحمد إلى لندن. نعم عمي. قلت له عنها. هذه جت في طيارة صغيرة حول 30 سنة 30. اي ابو سليمان. اي عمي. هذا قال عنها العم ابو حمد. ايش تذكر من عندها عمي؟ هذه أول سفرة له بأي واسطة راح إلى الشعيبة. وطرش على أحمد عبد القليل من الزبير وجاء في الشعيبة وسافر وياه. طيارة بالشعيبة راح. طيارة عسكرية. اي نعم. اي نزلت بالشعيبة. ايش قصتها عم ابو يعقوب هذه؟ يعني يكون مسافر من هنا وراح للشعيبة بالطائرة مثل ما يقول، واخذ احمد عبد الجليل شخص هناك يكون يعرف اللغة. فاخذه معه الى لندن. نعم. نعم. يا عم محمد نرجع الى المؤسسة الان. كيف تراها بعد مضيها المدة وكيف قائمين عليها؟ يعني صارت من صفوف في صف الطيران الدولي الشركات المعتبرة. نعم. ولو اني كنت اتمنى ان يكون في اتفاق عربي بين الخطوط الجوية، لكن لا يزال الاتفاق العربي في بعيد المنال. يعني بعيد المنال في كثير. لأن لما أقول الطيران يختلف عن غيره. مكلف. نعم. مكلف. خذ الآن لما يكون طيران 4-5 دول تتحد، بدال ما يكون لكل شركة
وكيل في أي بلد ما يكون شكل شركة واحد يبدل، تقل التكاليف الأشخاص، تقل التكاليف الصيانة، تقل. بعدين يكون نوعين ثلاثة من طائرات، طائرة ممتازة للمدى البعيد، طائرة للمدى المتوسط، طائرة محلية للخطوط القريبة. نعم. وهذا لأن الطيارات مثل ما تعرف عليها مسؤولية كبيرة، نظرا تشيك 1 وتشيك 2 وتشيك 3 أظن. نعم. يعني على أساس السيفتي وسلامة الركاب. لا لازم يصير فحص أول، فحص ثاني، فحص على الطائرة. إيه. نعم. لا على الطائرة. نعم. يعني اللي أعرف عن الفحص الثالث يمكن الأخ عبد الله يصحح عليه، تبدل المكاين. نعم. في حالة ما إذا وجد في لا التشيك لأن لأن الفحص يمشي على عدد الساعات. نعم. عدد الساعات ما تستهلك الطائرة. نعم. العم أبو يعقوب طول عمرك، هناك من توفاهم الله سبحانه وتعالى، اللي هم المرحوم خالد زيد الخالد، والمرحوم أحمد سعود الخالد، والمرحوم نصف اليوسف النصف، والمرحوم عبد السلام شعيب. طبعا هذا أول وثاني وثالث رؤساء مجالس إدارات. كيف كان تعاملكم معاهم أيامهم، وكيف كانت بصماتهم على مؤسستنا الوطنية؟ هذا أظن عبد السلام عقب ما صارت الحكومة. نعم، عقب ما بال 65 تقريبا، عقب ما استولت الحكومة. نعم. على الشركة. نعم. كيف عم يعقوب يعني أكيد كانت لهم بصمات معاكم في عملية التأسيس وهذا. لو عدنا إلى الوراء، كيف كان نشاطهم الله يرحمهم ذيك الأيام؟ ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحتفل بمرور 40 عام على تأسيسها. هذه المؤسسة الوطنية الرائدة التي تتقدم يوما عن يوم خطى ثابتة وحثيثة نحو تحقيق الأفضل والأحسن لصالح أهل الكويت وشعب الكويت ومستقبل الكويت. لهذه المؤسسة عزيزي المشاهد حكاية طويلة تعود إلى قبل 40 عام، وأقطاب تأسيس هذه المؤسسة الوطنية هم ضيوف هذا اللقاء الذي نجريه هنا في غرفة تجارة وصناعة الكويت. عزيزي المشاهد، باسمك نرحب بالعم خالد عبد اللطيف الحمد، العم أبو سليمان، العم عبد العزيز حمد الصقر، العم أبو حمد، والعم يوسف العبد العزيز الفلي ويعقوب. الله يطول بأعمارهم. العمام الثلاثة كان لهم دور أساسي في عملية إيجاد هذه المؤسسة الوطنية، والمؤسسة التي نراها الآن تنافس المؤسسات العالمية. لنعود إلى الوراء قليلا قبل 40 عام لنستكشف من خلال ضيوفنا الأعزاء بدايات تأسيس وإنشاء هذه المؤسسة الوطنية. وبداية نبدأ بالعم عبد العزيز حمد الصقر. عم أبو حمد، يا ريت نرجع إلى الخلف 40 عام عمي أبو حمد ونشوف كيف تبلورت فكرة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. شكرا. إذا نظرنا إلى فكرة التأسيس لازم نرجع ونتذكر وضع الكويت في ذاك الزمان. طبعا لما تأسست الخطوط الكويتية كان بداية إنتاج النفط. كانت الكويت تعتمد في كل حركاتها على عاملين، وعامل السفر وعامل الغوص. وكانت الكويت مركز تجاري يمول المنطقة كلها نظرا لموقع الكويت الاستراتيجي. ولم يكن للدولة دخل قبل النفط إلا الدخل البسيط اللي هو 4%، بالأخير بعد 4% الدخل البسيط من الجملة. نعم. ومن هالمنطلق دائما كان يعني تفكير الإخوة الموجودين بالعمل التجاري فكروا في إنشاء خطوط جوية كويتية. وكما تعرف
بدت بداية أولية، كما فكروا في أشياء ثانية أخيرة. نعم. يعني غيرها، فكروا في السينما، فكروا في إنشاء البنك الوطني لما ما كان إلا البنك الشرق الأوسط متوحد في ده. اللي كان أيامها البنك البريطاني. نعم. فكروا في إنشاء شركة الناقلات، والتي تعتبر عملاقة، أكبر شركة الآن في العالم العربي كله. نعم. تذكر لنا في تواريخ عن أبو حمد بالتحديد لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء؟ على ما أعتقد التفكير كان بال53. الخطوط الكويتية تأسست. نعم. هل يومها اجتمعتوا في مكان معين؟ هل يومها كان لا، هو يعني الإخوان اللي موجودين بسوق التجار، تعرف كان بالكويت، نعرف بعضنا بعض من النشاط. يعني ما كانت قضايا تروح للمحاكم إلا ما ندر. في من إخواننا التجار يفصلون في القضايا فيما بين التجار بعضهم بعض. ونظرا للسوق سمي المناخ، هو سوق المناخ هو المركز التجاري مع بساطة الماضية، هو المركز التجاري. فمعروفين التجار يعني، والتجار ما شاء الله كثيرين، لكن اللي تقدموا للفكرة هم الأخ الله يرحمه أبو سليمان، والحجي خالد الزيد، أحمد سعود الخالد، خليفة الغنيم الله يرحمه. خليفة كان لامع على صغر سنه، لكن كان متفهم. نعم. محمد الخرافي الله يرحمه. هذول يعني اللي تقدموا، نصف اليوسف. نعم. نصف. نعم. كثير يساندونهم بالفكرة، لكن هذول اللي تقدموا. نعم. وطلبوا أعتقد عندك مجلس سيد علي سيد سليمان. نعم. مشعل الخضير. نعم. طيب، شو اللي خلاكم عم محمد تقدمون بالفكرة؟ هل شفتوا طيارات أخرى في مجالات أخرى، أو من خلال السفر، أو من خلال التنقل؟ شو اللي خلاكم تفكرون بفكرة إيجاد شركة طيران وطنية؟ هو كانت بالماضي الواسطة هي السفن الشراعية. نعم. تطورت إلى البواخر. نعم. ها؟ نعم. يعني اللي يقرأ التاريخ، شركة BI هي أكبر شركة في العالم، بدايتها بواخر شراعية، وبعدين تطورت إلى بواخر 900,000 طن بس. نعم. وبأسامي عربية أي بعدين. نعم. فالتطور اللي حصل بالنقل من البواخر، بدأ عدد الطيران. نعم. ينتشر. نعم. ففكروا، ونظرا لتحسن الوضع الاقتصادي بالكويت نتيجة بداية عهد النفط. نعم. واليسر، ولبنان كانت هي المنتجع الوحيد والكويت، والذي يعتبر لا يزال يعني الأفضل. نعم. نعم. هو بالدرجة ثانية سوريا ومصر. نعم. ونظرا لما يرتاد من الإخوان المسلمين، فكروا في شركة نقل بداية. نعم. وكانت بداية بسيطة. نعم. أظن هي كاظمة كاظمة والرقة، أظن اسمين. والرقة. نعم. كاظمة والرقة. نعم. نعم. داكوتا من DC3. نعم. داكوتا DC3. نعم. العم يوسف عبد العزيز الفلي أبو يعقوب، لما فكرتوا بتأسيس المؤسسة، يذكر عليك متى أول طيارة طلعت من الكويت وكنتوا عليها مجموعة من الجماعة الموجودين الله يطول بعمرهم واللي توفاهم الله؟ لا. وين كانت الرحلة؟ والله ما كنت نعم. طيب العم أبو يعقوب، كيف كان استقبال الكويتيين لفكرة تأسيس الشركة؟ طبعا كان استقبال جيد، ومؤيدين الفكرة وساهموا الأغلبية فيها. نعم. وين كان المطار؟
أول مطار نزلت فيه الطيارة، هل هو اللي بالنزهة ولا في غيره؟ هو اللي بالنزهة نفسه. المياص. المياص اي نعم. طيب عم أبو حمد، كيف كان الرنوي أيامها؟ ماكو رنوي. نعم. كان شبرة صغيرة. نعم. وحتى إذا جت الطيارة بالليل الله يضولها بالسري. اي نعم. نعم. ما كان لا الطرق لها مبلطة، لكن المطار هو فعلا المياص. حتى نذكر كلنا أول طائرة جت قبل الخطوط الكويتية كان أظن فيها الله يرحمه الشيخ أحمد اليابر، نزلت أظن في أول ال30 أو وين نزلت؟ نزلت تقريبا نفس المكان. نفس المكان. على عرض. نعم. طيب. وكان المطار محدود وبنايته ما في شبرات. نعم. صغير. نعم. لكن طيب هذا عادة الشيء، بداية الشيء بداية المطر نقطة. نعم. لو انتقلنا لعم خالد عبد اللطيف الحمد، عم أبو سليمان. عم أبو سليمان. نعم. حاشيك. هذه الكويتية طال عمرك من 40 سنة والآن احنا ارفع صوتك شوي. نعم. عم أبو سليمان. نعم. شلون تتذكر تأسيس الكويتية قبل 40 سنة عمي؟ قبل 40 سنة؟ اي عم. لما تأسست الكويتية. اي يعني صار لها 53 40 سنة بعد. 42 سنة أظن. 43. اي عم. يا عم سليمان، تذكر شلون كانت البدايات؟ شو أذكر منها؟ شو اللي تذكره طال عمرك؟ تأسست وتعيننا أعضاء. نعم. إيه المشورة. نعم. وكانت صغيرة ذاك الوقت. نعم. وكانت بالطرف المرقاب. نعم. أي. كم كان رأس مالها عمي؟ تذكر كم حطيتوا الفلوس؟ كم ربية كانت ذيك الأيام؟ ما وكد والله بعد. نعم. طيب اللي كانوا يشتغلون شنو جنات؟ تموين وغيره. تموين. نعم. أيام الحرب التجار الغير الكويتيين ينولون السفن الكويتية هنود. حتى كان أذكر يعني في ذاك الزمن ماكو ما وصلت قضية فلسطين إلى. نعم. هذا قبل 48 طبعا. نعم. يحملون ملايين، يعني فراد بالملايين، أشياء كثيرة للعراق، لإيران، للكويت، للخليج. التاجر يأمن. التاجر الكويتي ولا التاجر المنول؟ اي ينول على بضاعته. على بضاعة الكويت. نعم. مع التجربة السفن الكويتية أحيانا لا تؤمن وتعطى نول فارق 20-30%، لأن ثبت أي بضاعة تطلع فيها زود أو خطأ يسلمها الناخذة والبحرية بالتمام والكمال. كمال ما يخلي من 200. السفن الهنود اللي تحمل للخليج بالطريق تبيع بعض البضاعة بالطريق. فهذا دليل يعني ثقة والأمانة. الحمد لله. وكان لهم سمعة ممتازة جدا. نعم. هذا اللي يقصده. نعم. يعني من العم أبو سليمان. العم أبو يعقوب، كيف ترى الأمانة الآن؟ الأمانة. نعم. بين الناس، تأكيد على كلام العم أبو حمد قبل. نعم. كيف تراها الآن بين الناس؟ يعني بين السفن ولا كيف؟ الآن بين المجتمع ككل، مجتمعنا الكويتي. الأمانة موجودة إن شاء الله، ما فيها شيء. نعم. يعني تطور الزمن ما غير النفوس؟ أبدا ما غير شيء. نعم. العمل بالطريقة كذا، والآن ضبط أكثر. نعم. لأن الآن فيها البنوك استلام وتسليم، ولا إلا في ورقة ولا يسلم الورقة. هذاك الزمان واحد. نعم. أما الآن لكل زمان أمة ورجال. نعم. عم أبو حمد. الأمانة حطينا من هالعجينة يعني كلهم، لكن حصل أشياء. أنت عمرك سمعت الكويت ياكل برطيل؟ برطيل؟ شنو اللي هو تاكس؟ لا، العمولة. إيه، رشوة. إيه. يقال الآن نسمع أن موظفين كثيرين يأخذون. ما كان هذا موجود. أنا أحط
يعني بالدرجة الأولى اللوم على سياسة الدولة المتبعة. ميعنا الكويتي جوهر ممتاز لأقصى درجة، بيقصد حضرة وبدوة داخلة وخارجة ممتازين، لكن الدلع اللي جانا هو اللي خربنا. هنا خرب عيالنا علينا خرب. هنا طبعا ابو محمد، احنا قبل لا نختم هذا اللقاء والعم ابو يعقوب والعم ابو سليمان. شوف، نعم عمي. يوم الله من على الكويتيين بالمال. نعم. تملكوا بالبصرة، ولولا اعتراض عبد اللطيف المنديل لما صار بالوزارة قال بكرة الكويتيين يملكون أملاكنا كلها، الصقر وهلال والحمد وغيره، ولولا أنه الحكومة اعترضت عليهم والعراقي كان اليوم نصف ملاك البصرة للكويتيين. وطلع عبد اللطيف المنديل قانون أنه ما يسجل باسم الكويتي، صاروا يسجلون باسم عراقي عادية بس. ليش عمي ليش؟ ليش عم محمد؟ يدري ابو حمد تأكيد على كلام العم ابو سليمان. والله يجوز يعني اللي يقصده عبد اللطيف المنديل مو اصل عراقي معروف، عبد اللطيف عائله محترمه وش اسمه. يجوز العامل سياسي تخوف من التسجيل، ويجوز ايضا دخل الحسد ايضا. نعم. ركز على نقطة البصرة عم محمد. هو كان قبل، ليش الآن؟ الحين تنوعت الأسباب. قبل يقولون شيء نسمع من يقولون المال مال النخل والمغنيات الخيل وكذا حجي. يعني نسمع قبل أن أهم شيء هو النخيل، لكن كانوا أهل الكويت يحجمون، بعض أبناء الخليج يحجمون عن التملك بالعراق، خايفين. في زمن الأتراك كانوا يجندون من التجنيد. الكويتيين خايفين من التجنيد قبل، فبالتالي ما يتملكون. سمعناه. نعم. كذا سمعناه. ولا كان في ذاك الزمن يعني النخيل ما في شك انه يعني من الاستثمارات الجيدة، ولو انها مردودها مو قوي لكنه ثابت. نعم. ثابت. نعم. عم ابو حمد، من ساعة قبل لا نجري هذا اللقاء طلعت مجموعة أوراق تاريخية ولها ذكرى ولها موضوع أعتقد، فشلون نقدر نتصفح جزء منها في هذا والله الموضوع؟ لا، بس في أوراق كثيرة عندي. نعم. لما دعوني الجماعة تذكرت بعض. نعم. ممكن نطلع على بعض رسائل. نعم عمي. هذا من المكاتيب الدورية اللي تجينا من الإدارة عن شو اسمه. تعطينا فكرة عنها عمي، هذه المكاتب الدورية ايش تقصد فيها؟ ومتى كانت هذه؟ من جواب كتابي من الأخ نصف الله يرحمه. على شو يقول فيه؟ نقدر أخي الكريم أبو حمد تقرأ أنت؟ اقرأ عمي أبو حمد بصوتك أحلى يصير. تحية طيبة. بعد أخذت كتابكم المؤرخ 20 منه، هذا ب55 سنة 55. وقد ذكرتم عن المعاكسات التي حصلت للهرمز. كان عقب الداكوتا يبنى الهرمز، طائرات الهرمز. نعم. إننا أدركنا من تكرار حوادث التأخير والعراقيل أنها مقصودة. ممن مقصودة عم محمد؟ نعم. والأسباب قد يكون مقصودة أيضا من المنافس. نعم. الجهة المنافسة. والأسباب التي أوضحت عنها الجميع يزاملكم الرأي فيها. بعد اجتماعنا مع الأخ عبد الرحمن قررنا مع الإخوان عرض كتابة قديمة، عرض الأمر، عرض الإيفاء على محامي قدير واستطلاع رأيه في الموضوع لكي نعطي رأي حاسم، حيث ليس لدينا أي إلمام في مواد الاتفاقية. هذه ما أعرف عن الاتفاقية بيننا وبين يمكن الماسكو
ويترجح عندنا أن الاتفاقية في موضوع الاستئجار لم يراجع بها أو يستشار بها من قبل محامي لهذه الأسباب التي ذكرتها. أجلنا البحث حتى الاستشارة وتفضلوا. كتابة قديمة ومتمحية. يعني المرحوم ذكر قضية المحامي، هذا حكي بال 55 عمي ابو حمد. في محامين قبل؟ اي في لبنان فيها محامين. بلبنان؟ يعني تلجون للبنان؟ لا لبنان. والاتفاقية ماكو خلف بين الكويتيين. نعم. او مع الحكومة. نعم. الخلف نعم. مع اما البي او سي او اكثر شيء الماسكو. نعم. مع طيب اصل الرسالة هذا طبعا عمي رد على رسالة. هاي ما ادري رسالتي وين. ايش كان برسالتك تذكر عم ابو حمد؟ والله ما ادري صار 40 سنة الحين. رسالة اخرى عم ابو حمد عن وضع الشركة. وضع الشركة. نعم. طيب في اشياء اخرى تاريخية؟ هذه كتب دورية من الإدارة. نعم. يعني أهم شيء هذا كتاب أيضا لعلاقتنا كانت أنا دائما تعقب فيه إنجلترا ويا البي او سي. نعم. هذا ممكن تقرأ لنا عن أبو حمد؟ دير عبد العزيز الصقر. هذه 3 نوفمبر 58 باركلي سكوير هاوس. هذا حكومي. نعم. On behalf of the Ministry of Transport and Civil Aviation نيابة عن وزارة النقل والسيفل افيشن طيران. المدني. نعم. I have pleasure in inviting you to lunch at Brown Hotel. هذا مشهور براون هوتيل. نعم. من أقدم الفنادق اللي يرتدونه الكلاسيكيين. نعم. الإنجليز. دوبر ستريت في دوبر ستريت. WI on Wednesday 5th November at 12:45 Brown Hotel is within walking distance of the Ministry of Transport and Civil Aviation. نعم. هذا نعم. طيب هذه الرسالة عن محمد تسلمتها بالكويت؟ لا أنا بلندن. كنت بلندن. لبيت الدعوة يومها؟ اي لو العم خالد زيد الخالد المرحوم. انهم هم في البداية هم الذي سعوا إلى وجود المؤسسة هذه. نعم عمي. وعمل الطيران لا شك انهم هم اصحاب الفكره الاولين. خالد الزيد واحمد السعود الخالد ونصف اليوسف وخليفه الغنيم. نعم. هذولا يعني هم البدايه، وبعدين الذي اجتمعوا وصار المجلس بالاخير. نعم عمي ابو سليمان. نعم. بالك شيء بتقول عمي ابو سليمان؟ عن اي شيء؟ عن الكويتية طال عمرك، عن الكويت، عن الطيران قبل عمي. ما كنا مستعدين احنا نصير عندنا هذا احلام ليل هالمشاعر هذه ذاك الوقت. نعم عمي. ما اخذنا لها اهميه. نروح نجدك عبد الله يجتمعون سوالف، يبي يسوون تليفون، يبي يسوون طيران، كان هذه اخبار ما وصلنا هالدرجه عنا. اي عمي. نعم. وشلون اكدت هذا الشيء عمي؟ يعني شلون اصريت ان هذا الشيء يكون يعني؟ نعلم انه يصير على المشاعر نوصل عندنا هالدرجه. اي نعم عمي. لان حالتنا ذاك الوقت ما تتحمل هالمشاعر. نعم عمي. اغلب سوالفنا عن السفر وعن الغوص عن كذا، بس او عن الجواف اللي تجينا، او عن مساله السعوديه والباديه وغيره. نعم هذا اكثر امورنا. نعم عمي. نعم. تدري شو يقصد في كلامه؟ اي نعم عمي. يقول نسينا وفاتنا ان نسجل التاريخ الحوادث بوقتها. كانت مرجع. هذا اللي يقصده. طبعا ابو حمد ما سجلت الاشياء هذه اكيد. ما شاء الله سجلنا بعضهم ما سجلنا. ما شاء الله يعني. لا والله كثير من الامور فاتت. نعم عمي. الجرايد تجينا من مصر بالنادر اللي يكذون يقرون او شيء، اللي يجتمعون عند ولي سيد خلف او دون الخالد او عند الصدر. ايه. شلون كانت يا عمي من الجرايد؟ شلون يبون هالجرايد من مصر عمي؟ شلون تصل الجرايد عمي من مصر؟ يقول شلون تصل الجرايد قبل؟ الجرايد تجينا من مصر. ومتى توصلنا؟ أسفارنا نسافر بالبواخر الفالتو ياخذ 20 يوم، يلا يوديك بمبي. نعم. يمر هالبنادر وغيره. نعم عمي. ترى في الصميل محمد الشديراوي هكا السنة أعطاه 5000 ربية وجابه إلى الكويت.
ولا العادة يجون الناس ينزلون بالفاو، ومن الفاو يجون مع عباهم الماء للكويت. نعم. ما فتحنا وشفنا الدنيا هذا إلا بالتالي ماكو شيء عند حالتنا ما تتحمل. ايش رايك عمي بدنيا هالايام عن دنيا قبل؟ ما ادري والله ما انت لما نرجع نعم عن نعم التاريخ والتسجيل. نعم عمي. قبل الاعتماد على الذاكرة كثير، لأن ما في حاسبات، ما في تسجيل، ما في شيء. حتى النساء معروف عنها الكويتيات هم مرجع في الذاكرة، شياب رجال ونساء مرجع في الذاكرة. وفعلا اكو اشياء الان يعني حن اي منا واحد يندم على كثير منها، لا من نواحي اثريه ولا من نواحي امور يذكر حوادثها. نعم. ونسوا ما لم يسأل كبيرين السن اللي كانوا معروفين. اكو ناس اشخاص يعني عندهم ما شاء الله ذاكرة زي ذاكرة. نعم. رجال ونساء نعم. يثبتون الحوادث وتواريخها. نعم. موهبة هي. نعم. مع الأسف نندم الآن اللي ما اغتنمنا فرصة وجودهم وعمل لقاء معهم أو شيء. طيب عمي أبو حمد، ما رأيك بالتنسيق بين دول الخليج في عملية، خصوصا أنا سؤالي طال عمرك عن موضوع الطائرات، في قضية التأمين المشترك، في قضية الصيانة، في قضية التموين، فيما لو اشتركت هذه الدول مجلس التعاون كلها في هذا المجال وتوحدت عملية الصيانة والتموين والتأمين المشترك. يعني أنا يمكن أروح أبعد وياك من هذه. تفضل. أنا أقول لا حل لدول مجلس التعاون إلا بالتنسيق والتوحيد. شيء جميل أن يكون، قلت لك أنا، أن يكون تنسيق مشترك، بل أن يكون شراكة بين الخطوط، خاصة الخطوط يعني في الأمور الملاحية أو الأمور التجارية الثانية أو البنكية تختلف، لكن في الملاحة الجوية، لأن أنا ككويت مثلا مضطر أحط لي 60 وكيل في بلدان العالم كلها، كل بلد اللي ترتادها طائرتي لازم يكون لي وكيل. وتعرف أنت مكتب الوكالة ايش كثر يكلف؟ مكلف. نعم. مكلف. نعم. وطيران الشرق الاوسط السعودي، الاماراتي، طيران الخليج، طيران السوري، طيران المصري، طيران يعني أنا بتكلم مرحلة خليجية ومرحلة إيرقات عربية. لو كان في تنسيق نعم لا كانت التكلفة تنزل يمكن إلى النصف. نعم. ليش ما في تنسيق عمي؟ والله نعم. هذا اللي كتب علينا. طيب إذا أخذنا نعم. اعتبرنا الأمور الأخرى. أول واحد جاب صهروج من المحمرة فلاح الخرافي وسوى برشة في بيته. الطابوق اللي على وقت الشيخ مبارك يجيب عبد الوهاب القرطاس يحمله بدوب ويجيب الهديرة. نعم. كل أشياء بدائية عبارة ما عندنا شيء. نعم. جابوا كنداشة للماء معروف الناس يصنعونها هناك، وتالي اشتروها عدن بيت كاوجي فرس، والى الان تشتغل بعدن. سيارة جاسو ابراهيم جابها للشيخ مبارك بهالديرة من مشاها. كل اموره تو الحمد لله ما فتحنا الا بالسنين الاخيره ترى. هذا عندك وعند غيرك. نعم نعم نعم. العم محمد، تعقيبك على ايضا السؤال اللي طرحته في عمليه تطوير المؤسسه في مرحله ما بعد التحرير، كيف تراها الان؟ يعني بالرغم من الدمار اللي حصل لها، بالرغم من التخريب. ما في شك ان الدمار حصل عام، وتمكنت الخطوط ان تقف عليها طبعا بمجهود ودعم حكومي. نعم. دعم الحكومه لها، بس يعني اصبحت تقوم في واجبها خير قيام. نعم. يقال في كلام عن الخطوط الكويتية إنها بسياستها أبعدت بعض الخطوط
اللي ترتاد الكويت، مثل ما أدري أنا هذا طلبت منها نسبة من أرباح، مثل الماليزية أو السنغافورية أو وهذا برأيك؟ ما في شك أن يكون للكويت خطوط جوية، أن يكون علم، أن مفخر هذا. لكن بنفس الوقت أيضا لازم نراعي المنافسة القائمة في المنطقة. نعم. طب أيضا لو عدنا إلى المرحومين اللي توفاهم رب العالمين، نعم. نبي نقيم دورهم خلال الفترة اللي كانوا فيها. طبعا نبدأ مثلا بالمرحوم خالد زيد الخالد، كان رئيس لمجلس الإدارة. مرحوم أحمد سعود الخالد طال عمرك، مرحوم نصف اليوسف، مرحوم عبد السلام شعيب. دورهم برأيك الشخصي وتثبيتهم لدعائم المؤسسة طال عمرك كيف ترى الآن بعد مضي فترة من الزمن؟ والله هو دور يعني قاموا فيه دور جيد، لكن كل المجموعة كان يعني المجموعة اللي أسست كان لها دور في بناء هذا الصرح. نعم. بإمكانياتهم المحدودة. وفقت في مدير بوقتها عبد الرحمن الله يرحمه النشري. نعم. كانت بالإمكانيات المتوفرة ذاك الزمن. يعني لما يأسسوا خطوط جوية ما كان موجود الطيارين، ما كان موجود المال الكافي أيضا. الصيانة، الطيارات أهم ناحية فيها ناحية الصيانة، مضطرة أن تلجأ للBOC والطيران الشرق الأوسط، تستعين بالطائرات وبالطيارين وبالخبرة. وهذا مو عيب، بداية كل شيء أولويات دائما. نعم. نعم. الآن الشباب الكويتي يطير، والشباب الكويتي مهندس، والشباب الكويتي يعني يفوق يمكن في خبراته في الطيران وفي الأمور هذه زملاء ممكن في الدول المتقدمة. هذا جاء بفضل إيش عم محمد؟ والله هو بفضل، ما في شك أن الدولة يسرت لهم هذا، لكن بصورة عامة إذا قرأنا وسمعنا عن بعض الطيارين الكويتيين أصبحوا بمستوى الطيارين العالميين، وبعضهم يمكن يبز الطيارين. فالطينة والعينة موجودة بالكويت. نعم. موجودة في كل المستويات. نعم. لكن وضعنا الحالي أصبحنا مدللين أكثر من اللازم. كيف؟ ها؟ كيف تنظر إلى هذا الوضع عم محمد؟ قبل أن نسجل اللقاء عمي قلت إنه قبل الكويت إذا صار عمره 15 سنة وما طلع الغوص يبكي. إيه؟ الآن صار عمره 35 سنة يطلب التقاعد، يبي الراحة، وقبل يطلب الشقة. إيه؟ نعم. لا، كان قبل يعني نسمع من إنه إذا ما راح السفر الغوص أو السفر نعم، يصيح على أبوه شنو أنا امرأة بنت. هذا مفهوم ذاك الزمن. نعم. لكن كانوا رجال متعاونين يعني بالماضي أيضا. بالرغم يعني لا تنسى أن الكويت بفضل رجالها وأسطولها التجاري كانت تمون كل الخليج، كان تمون المملكة، تمون جزء العراق، إيران، إلى حلب، إلى الشام. لأن إذا تأخذ واردات الكويت دائما وارداتها أكثر بكثير من تعداد شعبها، إعادة التصدير فيها. وكان هذا، وكان فيه تعاون بالنسبة للعمل الغوص أو بالنسبة للسفر. إذا تعورت سفينة أو غدر كان التأمين محرم في ذاك الزمن، يعني محرم عرفا. نعم. لا يعتقدون إنه حرام. نعم. وكل سنة تنكب سفينة سفينتين. هذا أي سنة عم محمد؟ يعني إلى برز إلى الخمسينات. يعني الخمسينات. نعم. لما شوية بحبحت
إلى الستينات بعد. لكن كان في الماضي اللي نعرفه ونسمعه، إذا حصل سفينة انكسرت أو ضرت أو العمد، أولا الفزعة تطلع لكل مكان، بعدين الناس متعففة، ما يعرف صاحب السفينة يجيه الدعم من أيدي مستورة، لا يطلب هو. وكذلك الحال في كثير من نعم. ترى يا أبو سعود، أغلب الناس أكو بعض مسائل يجهلونها، يظنون صحبة مبارك في الصباح مع خزعل، إن خزعل المستفيد مبارك تمور برضو الشرجي هذا من يحملها؟ كله يحملونها الكويتيين، مئات الآلاف من التمور لليمن للهند للجبال للسواحل، ومبارك كاظم المصانع بيده كلها التمور يقبضها من خزعل يعطيها الكويتيين بدون فلوس. إذا رجعوا من السفر سلموا الفلوس للحميضي الشيوخ. هذه مسألة ما كل من يدري عنها أو يعرفها. المستفيد مبارك، ما هو مستفيد خزعل. نعم. عم أبو حمد، لو تكلمنا عن أول مجلس إدارة اللي هو طال عمرك كان في بالعام 54 حسب ما هو مكتوب عندي، وكان أول مجلس إدارة للشركة يتكون من المرحوم خالد زيد الخالد رئيس مجلس الإدارة، عبد العزيز حمد الصقر نائبا للرئيس، أما الأعضاء فهم المرحوم أحمد سعود الخالد، المرحوم خليفة خالد الغنيم، خالد عبد اللطيف الحمد، يوسف الفلي، المرحوم علي السيد سليمان، المرحوم نصف اليوسف النصف، يوسف أحمد الغانم، محمد عبد المحسن الخرافي، والمرحوم مشعان الخضير. كيف كان أول مجلس؟ كيف كنتم تجتمعون؟ وين كنتم تجتمعون؟ ما هي الأمور التي كنتم تتداولونها من خلال هذه الاجتماعات؟ من حيث كمجلس، في مجلس إدارة يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، ويجتمع المجلس في مجلس إدارة الشركة. وين كان المجلس طال عمرك؟ موقعكم تذكر وين كان؟ بالأول يم فندق، لكن تالي هني إيه؟ يم وراء الغرفة. اي نعم. موقع البنك العقاري سابقا. السوق الجديد طبعا. اي يم سوق واجف. اي نعم. يجتمع ويتداول شؤون الطيران، أو دعوة تكون مستعجلة من المدير، أمور العادية يعني الروتينية بين المدير والرئيس أو نائب الرئيس. الأمور الهامة اجتماع مجلس الإدارة يأخذ رأي مجلس الإدارة ويقرر. لكن احنا دائما مجتمعين. نعم. إذا ماكو سفر بالسوق دائما مجتمعين. نعم. يعني أكثر الكويتيين يتشاوفون بالسوق، سوق التجار، بسوق التجار بعضهم. وفي النظام قبل أدق من نظامنا الآن. كيف؟ يعني قبل بالكويت الصبح يطلعون الناس، اكو ناس جماعة الفير اللي لا صلوا الفير تقهووا في ديوانية معينة، اجتمعوا هالكبار الشيعة. اي نعم. المرحلة الثانية بعد الشمس مباشرة في اجتماع، اما دواوين اللي على البحر والعماير، او في دواوين معينة لكرة على البحر يدشون السوق معين، يطلعون من السوق في وقت معين. في بعد الغداء وبعد صلاة الظهر قاعدة أيضا بعض الدواوين تفتح بعد الظهر وتفتح المساء بالليل. في يعني تنظيم دقيق. الحياة بسيطة بقدر ما هي، وطبعا كلها مشي على الأقدام. إلى أذن الظهر الناس خلت دكاكينها مبطلة مشرعة، والمال ولو إنه قليل لكن ثمين في البركة، في البركة. نعم. مفتوح. نعم. ويروح المصلي يصلي ويرجع لدكانه كما هو. نعم. سواء فيه 100 ربية ولا 200 ولا 1000. نعم. كما هو. طيب المؤسسة وبداياتها عمي، ما كان في تدخل خارجي من ناحية الإدارة، من ناحية الإشراف، من ناحية؟ لا، هي مؤسسة الكويت الخطوط الجوية الكويتية. نعم. طبعا ما في عندنا خبرة، لا
اكو مشكله واحد يا عبد الله. والدولة في بدايتها لما صارت الفكرة وأسسنا الشركة استعنا بالبي او سي. نعم. استعنا فيها في خبرتها وفي مدتنا بطيارين، واتفقنا ايضا مع الماسكو اللي هي الميدل ايست والبي او سي ايضا. نعم. الصيانة في بيروت. إيه؟ طموحاتك عم ابو حمد، طموحاتك للمؤسسة، آمالك، ما هي أهم آمالك لهذه المؤسسة الوطنية الآن؟ والله طموحات ما في شك انه ابيك تكتب هالمسألة. اي عم سليمان. اي نعم. الكويتيين. نعم عمي. من بد العرب كلهم، لا سوري ولا مصري ولا خليجي ولا عراقي، إلى بغي في بمبي شاهدنا يعرف ابو حمد يبي يروح حتى الى ابونا لازم يروح عند السعايدي وياخذ رخصه، والكويتيين مباح عندهم ممتازين كل شيء، ما ياخذون ولا يروحون ولا حد. نعم. هالمية من يحصلها؟ انت تتوكد يا ابو حمد. نعم. نعم. اتوكد. شو يقصد بالرخصه عم ابو حمد؟ الفيزا يعني؟ اي. اي. هو من منطلق ان يعني السي اي دي تعرف البوليس السري. نعم. السي اي اي البوليس السري الامريكي. نعم. في الهند يعني، وكانت انه حذر الحكومه لا يكون يعني شخص مطلوب او شخص يعمل جنايه، لكن كون ان الكويتيين هذا اللي يقصده لهم سمعه معروفين مباح لهم. انا بحكي لك قصه اكثر من هذا. ايام الحرب الثانيه كلنا اللي بين الكويت وبومباي والهند انقطعت البواخر، صارت البواخر تؤخذ للمجهود الحربي، لنقل الجنود او للمؤن او ايضا تحذر، فكثير صار دور للسفن. نعم. السفن الكويتية هي من اقوى سفن بالخليج كله، الكويت بالسفن. السفن كانت ترجع محملة لما تودي التمر او تودي احيانا الايام الاخيرة خيل ترجع خالية، نظرا لعدم وجود البواخر والغلاء انقطاع اوروبا والغلاء اللي صار بالشكر وبالأقمشة وبكل مواد اللي